يعني ترمي الزبالة على الراجل، وفي الآخر تقولوا له طب اطلع عشان أديك 5 جنيه، 5 جنيه إيه يا شيخة يعني جاك 5 قرود لما يطلعوا عينيك. النهارده يا جماعة أنا باحيي كل الناس اللي هتدخل تحط لي لايك في الفيديو وتشترك في القناة وهتسمع الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في يشري مالك والله العظيم يا جماعة. الفيديو النهارده كله طاقة إيجابية وهيعجبكم لأني فرشت فرش الشتوي، أقسم بالله يعجبكم. بس قولوا لي إيه رأيكم بقى في الركنة الجديدة. يا جماعة أنا عاملة القواعد كلها بني، والشلت هي اللي ملونة. هتشوفوا السجاد بتاع الجديد، هتشوفوني بقى فرشة فرش الشتوي بقى. يلا كل سنة وانتم طيبين وانتم طيبين، وإن شاء الله بعد الأيام وإن شاء الله تبقى السنة كمان اللي جاية الجديدة دي تبقى خير على الناس كلها. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عننا الوباء والبلاء والابتلاء والغلاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يلا بقى يا جماعة ندخل فيديو النهاردة. حطوا لايك واشتركوا في القناة جزاكم الله كل خير. بصوا يا جماعة، بنتي من قيمة يومين 3 كده جات قالت لي يا ماما أنا كنت ماشية في الشارع وبعدين لقيت واحد من اللي هم عمال النظافة أو بالبلدي كده اللي هم بيشيلوا الزبالة. تمام كده، طبعًا ليهم كل التقدير وليهم كل التحية، والناس دي باحترمها جدًا وإحنا من غيركم ولا أي حاجة، والله العظيم إحنا من غيركم ولا أي حاجة. فالمهم يا جماعة قالت لي: "يا ماما أنا ماشية هُم بيصفّروا في الشارع، فبيصفّروا في الشارع المهم الست بدل ما مثلًا ما تنزل تدّي له الزبالة تحت، هو معاه عربية يا جماعة أو هو يطلع ياخد منها الزبالة من فوق. المهم اللي حصل إن هي حدفت شنطة الزبالة من فوق، قامت نزلت على دماغه ومن دماغه نزلت على الأرض، وقعد يلِم فيها والدموع نازلة من عينيه. فهو بَص لها فوق كده وقال لها: "طب ليه؟ كنتِ اندهي لي وقولي لي وأنا والله العظيم هاطلع آخدها منِّك." هي في الدور الخامس يا جماعة. وأنا كنت أطلع آخدها منِّك يا ستي وده شغلي، لكن ليه تعمليها فيّا يعني ترميها على دماغي وفي الآخر أقعد ألِم فيها في الأرض. فالمهم بنتي بقى كانت طالعة من الدرس شافت المنظر قعدت تعيط، وصعب عليّا جدًا، جدًا، وقالت لي: "أنا حطيت مكانه أبويا." فقُلت لها: "جدعة يا حبيبي، جدعة." على فكرة يا جماعة عايزة أقول لكم على حاجة، كلنا، كلنا يوم القيامة كلنا هنبقى سواسية، ما فيش فرق بين رئيس ووزير وغفير وزبّال وأي حد في الدنيا. ربنا خلقنا من طينة واحدة، ويوم القيامة بإذن الله برضه كلنا هنُقف كلنا وقفة واحدة. طيب يا جماعة اللي حصل ده يرضيكم؟ طب لو أنتم مكان الست دي لأ بتقول له إيه بقى، طب معلش اطلع يالّا خُد 5 جنيه، يعني حتى مش بتقول له أنا آسفة والّا حقك عليَّ معلش أو تحسّسه إن هي حتى حزينة على اللي عملته، اطلع وأنا أدّيك 5 جنيه معلش ما تزعلش. إيه ده! يعني بنتي بتقول لي يا ماما حتى الكلام يعني بتتكلم بتناكة. فقُلت لها آه، لو أنا اللي كنت موجودة في الموقف ده، أنا كنت كرّهتها في نَفْسها، كنت خلّيتها كرهِت نَفْسها بالمعنى الحقيقي. بيصعب عليّا أوي يا جماعة المواقف دي، بيصعب عليّا أو يعني أي حد باشوفه قدّامي يعني في مكان كده يحصل موقف يعني موقف ما بيعجبنيش، أنا نَفْسي باحس الموقف ده أنا حاطّة نَفْسي مكانه، أبويا مكانه، أخويا مكانه، جوزي مكانه، أنا مكانه. ف يعني بنتي باقول لكم قعدت تعيّط، قعدت تعيّط عشان الراجل. فباقول لها: "طَب أنتِ كلمتيه؟" قالت لي: "ما كانش ينفع أكلمه ولا أقول له أي حاجة عشان ما أحسسوش إن أنا شُفته، وإن أنا أهينه أكتر من الإهانة اللي هو كان فيها." ربنا يهديكم يا ولاد يا رب، ويجعل فيكم الخير والبركة للناس كلها، ويجعل قلبكم دايمًا طيب على الناس كلها يا رب، اللهم آمين. وأنا بقى قاعدة على الفيس طبعًا القصة في دماغي والموضوع في دماغي مش قادرة يعني يا جماعة أنسى منظر الراجل لمّا يقع على دماغه الزبالة كده. فالمهم إن أنا قاعدة على الفيس بابُص لقيت على صفحتي يا جماعة أنا ليّا صفحة على الفيس اسمها معكم شيرين أسامة اللي عايز يدخل يتابعني فيها، معكم شيرين أسامة على الفيسبوك. المهم يا جماعة إيه، لقيت قصة كده على الصفحة عندي ناس كتير برضه جروب وأعضاء وكده، ولقيت واحد بيقول أنا عامل نضافة يا جماعة، كنت شغال بانضف في فيلا بتاعة ناس، وكان الست في الفيلا دي مستقصداني من ضمن الناس كلها، وكانت دايمًا تتأمر عليَّ وتهينني وتبهدلني وتقول لي كلام لا يُصح وكده. فالمهم كان بيصعب عليَّ نفسي وأقعد أبكي وكده. بيحكي قصته حقيقية ودي صورته وحاطط صورته، فبيقول أنا هاحكي لكم قصتي أنا اتحملت إيه وشُفت إيه. واستنوني بس عشان أقول لكم كان عوض ربنا إيه. المهم اسمعوا القصة بالله عليكم. فالمهم يا جماعة اللي حصل إن الراجل ده إيه جه في يوم شد معاها وقال لها والله لو لقمة عيشي دي يعني في ايديكي انتي أنا مش عايز، والله لو هموت من الجوع، والله لو هشحت، وقعد يبكي.
هو ماشي في الطريق من عندها قالت له: "يالّا امشي اطلع برّه." وما رضتش تدّي له فلوس ومشّته، فهو ماشي يا عيني بيبكي، قاعد بيبكي وبيقول إن أنا وصلت عند مش عارفة شارع إيه كده، شارع إيه كده باين متفرّع من مصر الجديدة، يعني شارع كده في مصر الجديدة، بيقول لك لقيت مكتب سفريات، ده مصري يا شيري؟ أيوه يا جماعة مصري، عامل نضافة. المهم بيقول لقيت مكتب سفريات، فباقول لهم: "في إيه يا جماعة أنتم ملمومين هنا ليه في إيه؟" قال لك: "ده في تقديم مكتب عايزين عمال في السعودية اللي عايز يقدّم بيقدّم." بيقول لك طلّعت اللي في جيبي اللي كان معايا، اللي كان موجود معايا وقدّمت بيه، وقالوا لي: "أنت هتقول" سألوني كام سؤال يعني بيقولوا بتشتغلي إيه؟ عامل نضافة، فقالوا له: "طيب ماشي أنت ممكن تيجي تخدم في الحرم ممكن؟ ف وهتاخد 1000 ريال." فهو إيه، بُصّوا اللي هو 1000 ريال، 1000 ريال يعني مش عيشتنا هنا في مصر، وخصوصًا الكلام ده كان الأيام دي يا جماعة، يعني الأيام دي مش من 10 سنين، لأ ده لسه يعني الكلام ده ممكن يكون من سنة، أنت هتيجي تخدم في الإيه، الحرم المكي وكده، الحرم المكي و1000 ريال! باقول لِك كلمة 1000 ريال دي قعدت تهز فيّا، بعدين كلمة الحرم المكي خلّتني نسيت الفلوس ونسيت كل حاجة، أنا هاسافر السعودية وهاخدم في الحرم المكي، أنا هاروح عند الكعبة، أنا هاروح عند الرسول! فالمهم قال لهم: "أنا موافق لو هتدّوني 300 لو من غير فلوس أنا موافق." طب قالوا له: "طب على بركة الله حضّر كذا وكذا وكذا وخلّص أوراقك واعمل باسبور ويالّا عشان هتسافر يوم كذا." المهم الراجل سافر بيقول لك سافرت وأنا بامسح هناك الحرم المكي هناك وبامسح في الكعبة وبانضّفها، أنا باحس إن أنا مش بانضّفها، أنا باحس كإني أنا ماشي في مكان جناين وورود بُصّوا وباشم ريحة طالعة، ريحة فايحة. جميلة، كل حاجة فيها حلوة، لغاية ما جينا في يوم قالوا لنا إن إحنا تخشوا تعملوا جوّه الكعبة حاجات كده، فوصف الكعبة من جوّه إن إحنا كنا في الضلمة، المفروض إنها ضلمة، الكعبة من جوّه كانت منوّرة نور رباني، كإنها شمس جوّه الكعبة، بيقول لك أنا قعدت 4 ساعات بنشتغل جوّه الكعبة كإني قعدت 4 دقايق. لمّا طلعت أشوف الوقت إيه ده 4 ساعات! ده أنا حاسة إن أنا لسه نازل الكعبة دلوقتي، باقول لكم يا جماعة حاجة لا توصف، المهم اللي كان ماسكهم كان مصري وكان اسمه أركان، وكان ماسكهم هم كلّهم عُمّال النضافة، بعد كده لقاه هو مجتهد ولقى عوّض ربنا والله العظيم، عوّض ربنا كان للراجل ده يا جماعة، قال له: "تعالَ أنا باحبك وحاسس إنك محترم وطيب وبتعمل شغلك بمصداقية وبأمانة، أنا عايزك إيه، إن أنا هانقلك ما أعرفش يعني يعمل إيه في خدمة صحة الحُجّاج والمعتمرين وكده، يعني أنت في حاجات كده هتبقى ملزومة منّك في الصحة." هتعملها لهم بدل ما تنضّف وتكنس وتمسح. فقال له: "إيه ده بجد أنت هتعمل معايا كده؟ أنا مش مصدّق." وقعد يبكي، فقال له: "بتبكي ليه؟" قال له: "عشان في يوم من الأيام كنت باعمل كل حاجة وطول عمري باقول نعم وحاضر وعمري ما قُلت لأ، وباحافظ على أكل عيشي، ورغم كده إن في ست طردتني وكنت بابكي وما كنتش عارفة إن أنا في يوم من الأيام إن أنا هامشي من مكان أنا اتهنت فيه واتقل بكرامتي فيه، إن ربنا هيعوّض عليَّ عوض الصابرين ده كده." يالّا يا جماعة قولوا لي إيه رأيكم في الlook الجديد؟ فالمهم يا جماعة ما شاء الله، ما شاء الله باقول لك الأجر بقى قد ما كانوا قايلين لي 3، 4 مرات، ما شاء الله بيقول لك بقى وضعه حلو جدًا، آمم يعني كل الناس بتحسده على الوضع اللي هو وصل له، فقال يا جماعة إن أي حاجة تحصل ده بيبقى خير من عند ربنا، اوعوا تفتكروا إن ربنا لمّا بيريد لحد حاجة أو بيقطع منه حاجة، فهو أكيد بيقطعها عشان هيوصل له لأحسن. أنا باقطع لك كذا عشان أنا هاوصل لك الأحسن، وبعدين على نيّاتكم ترزقون يا جماعة، على نيّاتكم ترزقون، أنا والله العظيم باقعد أكتر الأوقات أدعي أقول يا رب ادّيني على قد نيّتي، يا رب ادّيني على قد نيّتي، عشان أنا حاسة يا جماعة والله العظيم لو خدت على قد نيّتي مش هيبقى في حد زيي، لو خدت على قد نيّتي والله ما هيبقى حد زيي، بس إيه رأيكم في تنضيفة الشتا؟ إيه رأيكم في الجو الشتوي الجميل ده زي ما أنتم شايفين كده؟ يعني بُصّوا شتا، شتا يعني والسجاد بقى تقيل وتخين كده فاهميني بيغرس كده، لأ وإيه كمان مش عارفة ده غسيل هيتنشر يا جماعة اللي في الثبات ده، إحنا كنا بعد المغرب وأنا كنت هانشره بقى، فاهميني؟ فالمهم يعني كمان ولازقة للبوتاجاز، كمان جبت ورقة البوتاجاز، ورقة البوتاجاز يا شيري ده بتمسك، لأ ما أنا لازقاها على القديم، شيري يبقى مدهننة، لأ مش مدهننة غسلتها حلو ونشفتها وقُمت لمّا نشفت قُمت جاية لازقة عليها الورقة التانية، طب ما التانية هتلاقيها لأ أنا حاطة ورق فويل تحتيها، ورقة فويل تحتيها ولازقاها على البوتاجاز أو بُصّوا اللزقة مشدودة شدة جميلة إزاي، ولا كأن تحتيها أي حاجة، بُصّوا ما فيهاش كسرة واحدة. بالله عليكم حطّوا لي اللايك واشتركوا في قناتي وفعّلوا الجرس، وقفوا جنبي بالله عليكم.
أنا ضِعت في قناة معكم شيري أسامة، قناة شيري أسامة ممكن يكون مشاهداتها أي نعم حلوة، يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله، بس ما فيهاش ربح، فبالله عليكم اقفوا معايا في دي واستودعكم في الله.